3 اخبار ايجابيه بخصوص الزمالك، وبقالنا كتير قوي ما سمعناش اخبار حلوه عن الزمالك. طب ايه هي الاخبار الحلوه؟ طبعا اخبارنا الحلوه تتعلق بالقضيه بتاعه الزمالك، ده اكيد تمام، لان اكيد ما فيش اخبار عن صفقات دلوقتي خلاص. طيب اولا طبعا كلنا سمعنا الايام اللي فاتت ان احنا موقوفين وقف تاديبي، جميل، وبالتالي لازم نحل مشكله صلاح مصدق. فانا جاي اقول لكم مشكله صلاح مصدق خلصت الحمد لله. طب خلصت ازاي؟ هقول لك يا سيدي انه عضو مجلس الاداره هاني برزي تبرع بمبلغ $1,000,000 عشان يحل المشكله دي، تمام. تم دفع منهم حوالي $400,000 لصلاح مصدق كدفعه اولى لمستحقاته عشان يتم التنازل عن القضيه، ويبعت للفيفا ان هو مسامح يعني من الاخر خلاص، وبالتالي نحاول نرفع القيد التأديبي ده. طيب تاني حاجه، دلوقتي الوفد بتاع الزمالك في المغرب راح عشان يتفاوض مع عبد الحميد معالي، وده الخبر التاني اللي انا جاي اقول لكم عليه، وبشكل كبير الموضوع هيخلص. طبعا كلنا عارفين ان رئيس اتحاد طنجة طلع وقال ان هو ما حدش عبرني ولا كلمني ولا جه يتفاوض معايا وان هو زعلان، بس لا خلاص الوفد وصل هناك، وهم اصلا كانوا محددين ميعاد بينهم وبين نفسهم كده ان هم هيروحوا له بعد ما يخلصوا مشكله صلاح مصدق. جميل. طيب ايه كمان عايزه اقول لك يا سيدي، ان في عرض كبير جدا جاي لبزيره في فتره الانتقالات اللي جايه. طبعا بنسبه كبيره العرض ده هيتم رفضه. ليه؟ لان بكل بساطه انت ما عندكش لعيبه اصلا تنافس بيها في دوري ابطال، واحنا كنا عايزين القيد يفتح عشان يجيب لعيبه تشارك بقى، عشان احنا عايزين ناخد البطوله. طبعا بما ان القيد موقوف فاستحاله مجلس الاداره يفرط في اي لاعب حاليا، لا وكمان احنا هنرجع كل اللعيبه المعاره زي محمد عاطف، مصطفى الزناري، حسام اشرف، كل اللعيبه المعاره هيتم رجوعها لنادي الزمالك. في لاعب كمان اسمه احمد محمود تقريبا بيلعب باك. كلنا محتاجين اللعيبه دي بشكل كبير، لان احنا مش هنعرف ندعم السنه دي بنسبه 90% خلاص. ودي اخبار كويسه جدا، وان شاء الله دايما يكون اخبار الزمالك كويسه.